انا دماغي هتنفجر، دماغي هتطرشق. المفروض يعني ان لما يكون مناخيري كبيره ما يجيليش بتاع في الجيوب الانفيه. يا جماعه الجو برد، يا ريت نلبس تقيل. وبمناسبة بقى ان الجو برد فانا جاي احقق احلامي بصراحة. يا جماعة الخير معلش لازم تتفرجوا على الدقيقة دي. انا عمري ما كنت اتخيل في حياتي ان انا اعمل تيشيرت مثلا وحد بقى يلبسه وبتاع، عشان ده تيشيرت خاص حاجات كده يا شباب. بصراحه موضوع الميرش ده انا بقالي اكتر من سنتين بكلمكم فيه وان انا هعمل ميرش بس انا كنت خايف جدا مرعوب من الخطوه دي. بس لا خلاص يا برو تايموريل هتبقى حقيقه. حرفيا بقالي اكتر من 7 شهور شغال ادور واسال يوتيوبرز كتير قوي على موضوع الميرش ده، اخش اكلم شركات ومصانع اقول لهم كذا كذا وعملت كذا حوارات كتير. انا قعدت في حوارات كتير قوي. بصوا يا جدعان، هو هيبقى هودي للشتاء، فخلاص يعني هنعلن على الميرش بتاعنا باذن الله في نص 12. فلو انت هتنزل تجيب لبس وفر 400 جنيه. اقول لك من الاخر وفر 400 جنيه عشان تشتري الميرش بتاعك. انا قلت هديك مهله تحوش يعني، عشان بصراحه انت لازم تشتري الميرش ده عشان وربي اكيد يعني مش هيفوتني جيف اواي من دي. يا لهوي ده انا كان نفسي من زمان اعمل جيف اواي. فبس يا اصدقائي انا اسف ان انا طولت عليكم، بس انا بصراحه متحمس جدا للموضوع ده، ويا ريت تكونوا انترستنج معايا عشان ايه؟ عشان ما ازعلش واكتئب. 30 شهر كاس العالم. اكيد كلكم شفتوا السعوديه عملت ايه مع الارجنتين. دي عملت معاها الجلاشه يا برو. بالمناسبه الجميله دي ببجي موبايل عملت تعاون مع المنتخب السعودي. مش محتاج اعرفكم يعني ان ببجي موبايل هي اجمد واشهر لعبه باتل رويال نزلت على الموبايل. بس اللعبه دي محتاجه رجاله يا برو، محتاجه ابطال يا برو. لا تخافوا. المنتخب السعودي يا جماعه واحد من الممثلين العرب في كاس العالم، والله كلنا فخورين وسعداء بهذا المكسب على الارجنتين. فاحنا وببجي موبايل كلنا بنشجع المنتخب السعودي. فحمل ببجي موبايل دلوقتي وادعم المنتخب السعودي بانك تلبس التيشيرت بتاعهم في اللعبه. فاسيب لكم لينك تحميل اللعبه تحت في الديسكربشن. انزل دلوقتي يا برو، دلوقتي روح حمل اللعبه. ليتس جو. اوكي كويس. وارجع لكم بالسلسله المحبوبه والمشهوره التي انتم تحبونها وتعشقونها. بس كفايه كذب. رجع لكم بسلسله لا للتنور. بنت صغيره تاخد التطعيم في المدرسه، شوف حصل ايه. الفيديو ده يا جماعه اتبعت له اكتر من 3 مرات تقريبا. فالمهم تعالوا نشوف عائله محمود الجمل خدوا التطعيم فين. قصدي العبط ده خدوا التطعيم ليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي جه وقت التطعيم. انا المشهد ده عارفه كويس. مش هحكي دلوقتي. لا انا خايفه من الحقنه دي. يا ولاد انا عايزاكم تهدوا ما تخافوش خالص. الحقنه دي يا ولاد حقنه صغيره جدا جدا، وكمان عشان هتفيدكم وتزود لكم المناعه. كذب والله كذب، تبقى حقنه كبيره والله. كدابين والله كدابين. انا مش عايزه اخد الحقنه، انا خايفه. يا حبيبتي ما طب تخافيش، بصوا بقى. انا بسيطه جدا مش هتحسي طب بيها. بصوا بقى. محمود قال الحقنه كبيره قوي. لا كمان قال لي بتكبر كبر الودن ازاي يعني؟ لا هو على حسب بتاخديها فين يعني. يعني انت لو خدتها في دراعك هيكبرك دراعك، لو خدتها في ودانك هيكبرك ودانك، وهكذا يعني. الخ أمنية. نعم. ما فطرتيش ليه يا أمنية؟ ايه ده يا نهار اسود؟ الممرضه. ماما. نعم. ماما انا كنت فاكرها ممرضه بجد. لا انا مش تعبانه يا ماما. ما في ايه؟ احنا النهارده يا ماما كلنا هناخده تطعيم يا ماما، وبيقولوا كمان ان الحقنه قد كده يا ماما. صاحبتي قالت لي كده وانا خايفه قوي. وكمان يا ماما هم قالوا امبارح ان مفيش حد يغيب النهارده يا ماما. لا ثواني بقى عشان دماغي اتدوشت بقى. ازاي هي راحت المدرسه وعرفت ان في تطعيم، بعد كده رجعت من المدرسه راحت البيت قالت لمامتها ان في تطعيم، بعد كده تروح المدرسه؟ يا دين امي ازاي يعني؟ مش فاهم ازاي ده. كانوا بيفاجئونا بالموضوع ده. تبقى رايح المدرسه مغطرش اصلا وتلاقيهم داخلين عليك كابسين عليك مره واحده. وبعدين انا لو كنت اعرف موعد اليوم بتاع التطعيم والله ما كنت اروح المدرسه مده اسبوع اسبوعين. مش عايزه اروح المدرسه، انا بخاف من الحقن قوي وانت عارفه كده كويس. بس يا أمنية اهدي خالص يا أمنية. دي يا أمنية تطعيم المدرسة ده يا حبيبتي مهم جدا، لازم تاخديه. ده هيقوي مناعتك يا أمنية وهيمنعك من البرد وهيكبر ودانك يا امنيه. بس بقى بس اتنقل بقى اسكت. ليه مناخيري بتعملي معايا كده؟ كنت هعطس اديك سفيان دلوقتي. ليه ايش يا أمنية؟ فين أمنية القوة؟
انت قويه يا امنيه، انت مش ضعيفه، انت قويه. اسمعي كلامي يا امنيه يا حبيبتي، انت ما بتعملش حاجه، وانت عارفه كمان الابره دي بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتطول لك شعرك وهتخلي شعرك ده ناعم وهتبقي جميله. وهتكبر ودانك يا امنيه. ماما انت كده بتضحكي عليا صح يا ماما؟ يا امنيه يا حبيبتي، ما انا لازم برضو اخليكي قويه يا امنيه، لازم اشجعك. انت قويه يا امنيه، ماشي يا ماما. انا عايزه امنيه قوه. يا عم بس بقى يا عم بقى، بس كل حاجه امنيه قوه امنيه قوه. انا عمري ما شفت فيديو الامنيه كانت قويه فيه. كل فيديوهات الامنيه بتطلع تعيط وتصيح وتعيط وتصيح وتعيط وتصيح. ده انا لو جبت لها سوكه دلوقتي هجريها الشارع كله. رايح فين؟ انا راجع تاني. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. حرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. ازيك يا امنيه؟ وانت داخله المدرسه كده ليه؟ في ايه يا عم محمود؟ ارفع ايدك، شمر ايدك ليه يا عم؟ عشان هتاخدوا الحقنه النهارده التطعيم. انا شايفهم الصبح وبيدخلوا الحقن. عارفه الحقنه قد ايه؟ قد ايه؟ الحقنه قد من الارض لقد كده، الحقنه قدي والسن بتاعها كبير قوي. عم محمود انا مش عايزه اخد الحقنه دي. او محمود ده بيمثلني في الحياه والله، بيمثلني مع الاطفال الصغيره بجد. اصل يا جماعه لما يبقى في طفل كده بحبه وبحب اهزر معاه وبتاع، لازم ارخم عليه، لازم ارخم عليه لحد ما يعيط بجد. كيف عندي ان انا اقعد استفز فيه لحد ما يعيط، مع اني بحبه والله والمصحف بحبه بموت فيه، بس لازم ارخم عليه واخليه يعيط. مش عايزه اخد الحقنه دي. مش عاوز، انت لازم تاخدي، انت اول واحده تاخدي الحقنه النهارده. طب اشمعنى؟ اسمك في اول الكشف امنيه القوه، عشان توريني بقى تبقي امنيه القوه ازاي. عم محمود طب ينفع اطلب منك طلب؟ ايوه اطلبي. ينفع تاخد الحقنه دي مكاني واديك الفلوس اللي انت لا عايزها؟ ما انا ممكن اخد الحقنه دي. تدفع كام؟ اشتري المرش بتاعي وانا اخد الحقنه مكانك. ما ينفعش، ودني هتبقى قد كده، دي انت لما تاخدي الحقنه هتلاقي ودنك قد كده. يعني ايه؟ بس بقى بس، انت متى دي؟ بس يا عم. هتخلي حد يشيل ودانك معاكي ويسموكي امنيه ودنه. هيسموك امنيه ودنه. عامل نفسي مش داري. تعالوا مجهزين نفسكم النهارده ولا مش مجهزين؟ جاهزين. النهارده في حقنه لكم كلكم. حقنه؟ ايوه انا كبيره، انا مش بعرف من دي الحقنه قد كده. هتضربني انا؟ عم محمود غلط تعمل ده. عم محمود ده بس كده بس كده بس. ما ترخمش على الصغيره يا راجل، يا ما ترخمش على الصغيره، ده راجل كبير عيب والله العظيم. اكلم الدكتوره دلوقتي تيجي تديك الحقنه في ايدك هتبقى قد كده. حقنه قد كده وهتخلي ودنك قد كده. ودنك بالذات ودني. هيسموكي غزل ودنه، وانت هيسموكي فيروز ودنه. هيتريقوا عليا. يلا لا ما تخافيش، اصحابك مش هيتريقوا عليك ولا حاجه. كل اصحابك ودانهم هيتريقوا عليك ازاي؟ هم اصلا ودانهم. كل ما افتكر امنيه وهي ودانها قد كده. دماغي هتفرقع والله، دماغي هتفرقع. انا لازم حد يلحقني بحبايه انت لازم تشتري المرش لما ينزل عشان دماغك تتظبط. انا خايفه يخسر في الحقنه تتقبل وداني. وانا ده لاتيني ده ولا ايه؟ بتقول ايه انت؟ انا خايفه يخسر في الحقنه تتقبل وداني. انا مش عارف عم محمود هيقعد يجيب لنا اطفال صغيره لحد ما هيجيب ناس لسه في الحضانه وهيتكلموا برضو، فاهم؟ مش هنفهم كلامهم بس هيتكلموا. انا برضو خايفه قوي يا امنيه، انا خايفه من الحقنه قوي. وتعرفي كمان عم محمود قال لي الحقنه كبيره قوي، بيقول لي كمان اللي هي بتكبر الودن. ايوه يا غزل، وانا كمان مرعوبه من الحقنه دي قوي. ده قالها ليا هتكبر ودني، وكمان قال
هيشيل لي ودني وانا ماشيه. ما تخافيش يا امنيه، ما تنشفي كده يا امنيه، دي حقنه يا عم، ده انت امنيه قوه، امنيه قوه لازم ننشف. يا عم اقعد اقعد يا عم اقعد. وكنت مية كبيره وانا من الحقنة يا أمنية. انا كنت اموت وقلت ما تخافش يا بنت يا حلوه. دماغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي جه وقت التطعيم. لا انا خايفه من الحقنه دي. يا ولاد انا عايزاكم تهدوا وما تخافوش خالص. الحنه دي يا ولاد حنه صغيره جدا جدا، وكمان عشان هتفيدكم وتزود لكم المناعه. كذب الحقنه دي بتكبر الودان، ما تاخدوش حقن بتكبر الودان، كذب. طابور يلا اتفضلي كل واحد طابور يلا. طابور قدامي يلا. اتفضلي يا حبيبتي يلا. يلا. اتفضل يا حبيبي يلا. يلا طابور لاين، يلا كله في اللاين يلا. يلا 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 تعالى كده. يلا حبيبي يلا بينا على الحوش يلا. برافو برافو. محدش يخرج من الله. ايه ده يا جدعان، ده يا جدعان يا جدعان، عم محمود بيجيب اطفال صغيره بجد. هاو مش فاهمينك ازاي اصلا، مش عارف انا. بصوا بقى الملايه اهي، اللي هياخد الابره بتاعته تمام هيجي يلعب في الملايه على طول. وزي ما هو عايز حتى لاخر اليوم. تمام يا ولاد؟ أنا خايفة. لا لا بس في شتيمه طلعت دلوقتي، عايز اعرف بس قالت ايه. لا كل لو انت بقى هتغلط هنغلط، انا بحب الشغل ده. أنا خايفة. أنا مش عايزة آخد الحقنة. انت كنت فين؟ ثاني تاني. لا ما تسمعلكيش، لا وانا قليل ولا لا؟ انت كنت فين بقى يا عوكل؟ أنا كنت في الحمام. والله هربان من الحقنه. بصراحة أنا خايفة أوي. افتكرت واحد صاحبي جرى المدرسة كلها المدرسين كلهم كانوا بيجروا وراه عشان يدوا له الحقن، وهو لا نزل الحوش ولا. بص يا حبيبي ما تخافش، انت راجل برضو، عيب كده انت هتعيط. يلا بينا يا ولاد، يلا قدام، يلا كله في اللاين، ما يطلعش من حد من اللاين. لا انا سواح كان مش قادر. يا جماعه اليوم بتاع التطعيم في المدرسه بتاعتنا ده كان يوم مؤلم قوي بجد، كان يوم صعب. تبقى قاعد كده في امان الله يقوم زنقينك في حصه الرسم، لازم حصه الرسم يزنقوك في حصه الرسم او اي حصه فاضيه، ما يجوش في حصه مليانه ابدا، وتلاقي الممرضه بتاع المدرسه كبست عليك مره واحده. اول ما بيخش بلاقي الفصل بيتهز كده، ابص على صف البنات على شمالي، ابص على الولاد كله بيعيط. انا بالنسبه لي، انا لحد دلوقتي يا جماعه انا ما بخافش من الحقن، تمام؟ انا بيني وبين الحقن مواد عادي يعني، فاهم؟ ناخد الحقن مفيش مشكله ما دام في لزوم للحقن، انما لو مفيش لزوم للحقن مش هاخد الحقن طبعا، بس ناخد الحقن عادي، ما عنديش اي مشاكل. بس انت تخيل نفسك في نص الفصل، شمالك بيعيطوا ويمينك بيعيطوا، في ممرضه ومعاها اكتر 2 مدرسين بيرعبوا المدرسه كلها حرفيا. يلا عشان تاخد الحقن. حرفيا يا جدعان انا كنت ببقى واقف في اخر الطابور عشان انا اسمي يوسف، يعني انا لحد دلوقتي بدعي لابويا وامي ان هم سموني يوسف عشان دايما اخر واحد في كل حاجه. فانا شايف اللي في الطابور شغالين يلطموا وببص على الممرضه الاقيها ماسكه، والله العظيم يا جماعه بتبقى ماسكه حقنه كده يا جماعه بجد. ممرضه المدرسه بتاعتنا كنت كل ما انزل لها حرفيا مصدع، رجلي وجعاني، اي حاجه فيا. انت فطرت النهارده ولا ما فطرتش؟ فاقول لها بقى لا انا فطرت. انت يعني كده يعني بتهددني يعني ولا ايه؟ اهو شريط الاسبوسيد اهو خد مصدع، رجلي وجعاني، اي حاجه، بطني وجعاني، اي حاجه فيا. حبيت الاسبوسيد، لازم حبيت الاسبوسيد، حبايه صغيره كده، كانت طعمها حلو قوي، كنت بحب طعمها بصراحه، كنت ساعات بتلكك عشان انزل اخد اسبوسيد بس ما كانش في غيرها في المدرسه فبس يا جدعان الموقف حرفيا كان مرعب ومؤلم، يعني انا شايف كل اللي قدامي داخلين بيعيطوا، واللي يخش وياخدها كده ويقعد يعمل واللي يقعد يتمطع كده. يا ديني يا جدعان، انا كنت ببقى الحقونا بجد. دماغي هتتفجر. انا ما عنديش مشكله مع الحقن، بس انا خفت، انا مرعوب. دلوقتي يا ولاد واحد هيوزن، واللي يوزن يرجع ورا، تمام؟ يلا اتفضلي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي أمنية. مالك بس يا أمنية خايفة كده ليه؟ قلنا مفيش قلق. لا انا بصراحه بخاف من الحقن، وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. عم محمود قال لي ان الحقنه دي كبيره قوي يا دي عم محمود والله هيشد العزال دلوقتي ونروح نخطف عم محمود ونديله الحقن. قال لي تخلي ودني كبيره. انا قلت لكم مش كبيره ولا حاجه، ان هي صغيره جدا، وكمان عشان تفيدكم يا حبيبتي لمصلحتكم. طب ماشي. أمنية انت اسمك اول حد في الكشف، يلا اتفضلي. يعني ايه؟ يلا اتفضلي يا أمنية.
حرف اليه. حرف اليه. يلا اللي بعديها، يلا يا مكة اطلعي هنا. يلا برافو. مين اللي مكة؟ لا لا احنا كده في غش. فين مكة بتاعتنا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي مش مكة دي مش مكة. لا ايه؟ اسمي أمنية. أمنية. هاتي دراعك يا أمنية. أنا عايزة أقول لك على حاجة بس. قول. أنا خايفة من الحونة. وصارفين ومكلفين وجهاز الضغط وبتاع يا لهوي يا جدعان. الممرضة كانت شغالة معاك كل ده ليه يعني؟ هي كانت بتطلع بالحقنة والجردل. انا حاسس ان طفولتي ضاعت هدر وانا في المدرسة دي. لا بسيطة بسيطة. طب ينفع توريها لي؟ حقن. مين اللي خوفك منها؟ عم محمود بصراحة. عم محمود. عم محمود ده اديله ابره قد كده. احلامي تصبح حقيقة برو. مش قادر. عملت المرش. عم محمود هيدور الحقن. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ مش دي اللي تديها الأمنية دي حطها على جنب. دي بتاعت عم محمود. لا دي مش حقنة دي. جميلة. لا دي جميلة أوي. يلا عشان تتعبي. يلا تعالي هنا. خد هنا عشان تتعبي. يا عم محمود تقريبا انت جايب دكتور بيطري. ده مش بيدي حقن ده خالص. ده حقنة بول الإبل. بول؟ أيوة بنديها للطوي لما يبقى هايل. مش عايزة أخد الحقنة. هديك الحقنة. لازم تاخديها. هجيبك يا ابني. لا يا باولو. على بالي ولا انت ده. عم محمود ايه يا أمنية؟ الدكتورة عايزة اتجوز. عاوز اخدت الحقنة ولا لسه؟ حلوة أوي. حلوة. ماشي. حسنا ولكن لا تخبر أمنية. يلا يا أمنية عشان الحقنة. لا يلا عشان الحقنة. لازم تاخد الحقنة. لازم مش عاوز تاخد تاخد الحقن. مش عاوز تاخد الحقنة. ايوه باخد الحقنة. انا همسكها لكم وانتوا اديها الحقنة. أنا بخاف من المواقف دي. انت شايف الحقنة قد ايه؟ مش عايزة اخد الحقنة ليه؟ بص هنا. بص هنا. بص هنا. مش عايزة اخد الحقنة. انا هو ايه؟ ها ايه ده؟ هو عنده لاج ولا ايه؟ ثواني. ايوه يا عم محمد. ايوه 5 دقايق بالظبط أمنية هتكون عندك تحت. ماشي معلش يا عم محمد. مع السلامة. لا انا مش عايزة اخد حقنة. لا انا مش عايزة اخد حقنة. انا مش عايزة. يا اخي حرام عليكم دايما بتجيبوا لنا أمنية بتحلم كده. حرام عليكم ليه دايما بتجيبوا أمنية بتحلم؟ يا اخي دخلتيني في المود وقلت ان أمنية خدت الحقنة بجد. يا أمنية عشان خاطري. حاضر والله. وما تروحيش المدرسة زعلانة كده يا أمنية. عايزاك تبقي قوية وتخشي داخلة تاخدي الإبرة كده وأنت عندك كل قوة. ما تبقيش ضعيفة يا أمنية. حاضر. ماشي يا أمنية. ايه ده الفيديو خلص. ايه ده؟ انت عايز تشوف أمنية وتاخد الحقنة. يا جدعان الفيديو ده عدى كده والله كده وانا مش واخد بالي كده. بس كويس الحمد لله. يعني هيبقى فيديو صغير عشان انا عندي 100 ترم بصراحه وعايز الحق امنتج الفيديو ده عشان الفيديو هياخد مني 3 ايام مونتاج وانا امتحاني بعد كده. يعني هنلحق نلم الماده قبل الامتحان باذن الله. والناس اللي بتنزل لي فيديوهات على التيك توك وبيقولوا ان هم بيحبوني وبتاع، شكرا جدا ليكم يا جماعه بجد. مش عارف اقول لكم ايه. ان شاء الله يعني تشتروا المرش واصدق انكم بتحبوني بجد. لا بهزر. اوكي ماي بويز الانستجرام بتاعتي تحت في الديسكربشن وبس برو. صفر ديسكورد تحت. ماشي ليتس جو. يا احلى فيديوهات بتطلع مني والله وانا عندي برد. ببقى في حالة لا بأس بها.